السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله تكونون بأحسن حال. طبعا اليوم ويانا شغلة بسيطة، وهي حل مشكلة الوين بوكس اللي هواية قاعد يعانون عندها. شفت بالجروبات وبالأمير يعانون عندها، وأنا هم كنت أيضا أعاني من عندها، بس الحمد لله قدرت أوصل الحل لمدة يومين. وظليت أدور 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 إلى أن وصلت الحل. وحبيت افيدكم بهاي الشغله لان مثل ما قلت لكم هواية شفت، وحتى بالديفو بوينت وما لقيت يعني حل هاي المشكله. طبعا هي المشكله بالوين بوكس اللي اي واحد قاعد يخترق شبكه ويريد يفوت بالوين بوكس ما يقدر يفوت، يطلع له هذا الخطأ. وهواية يعني هواية عانوا من هذا الخطأ اللي يطلع له. المشكلة لا فتح بورد ولا يقول لك هنا أنا بورد صحيح، بس مو مشكلة بالبورد لا. المشكلة انه بالخطأ بالوين بوكس اللي ما قاعد يفوتك. مرات الوين بوكس يشكل عندك، يعني مرات انت تفتح الوين بوكس. هسه خلاها هذا الوين بوكس انت تفتحه مثلا، ندوس اي بي هو يطلع لك مثلا تنطي انتر يطلع لك الخطأ اللي انت من تيجي تكنك عليه. يطلع لك مثلا انت تكنك على 12 عام او تكنك على المايكروتيك، يطلع لك غلط، يطلع لك يقول لك بورد، افتح لي بورد. الحل هو انه تدخل عن طريق الماك ادرس. طبعا الماك ادرس المايكروتيك اللي عندك انت خاص بيك. هسه خلي اشوفكم شلون تطلع الغلط. يطلع عندك مثل هذا الغلط، نفس هذا الغلط بالضبط يطلع عندك. خلينا نشوفه. مثل ما شفتوا شباب هذا الغلط اللي يطلع، وهواية يعانون هذا الغلط. شغلة بسيطة هي انه تدخل بالماك ادرس اللي مثلا فاشل عام، اذا تستخدم انت فاشل العام، الماك ادرس هذا مالته تنسخه وتدخل به. يعني الدورة من الناس تبحث يطلع لك انت ممكن تشكل منظمة وهمية، تفتح البيت وورد تفتحها وتنصب النظام كامل وتبحث عليه هنا، راح يطلع لك الماك ادرس هنا. طبعا تنسخ الماك ادرس هنا. شوف هسه هذا الماك ادرس مال شبكة، تنسخ لا تنسخ الماك ادرس مال فاشل العام اللي انت منصبه بالنظام الوطني وتفوت على السيادي. هلا اشوفكم شباب نملك اتصال بالانترنت نفتحه. استعمل اتصال بالانترنت طبعا نتنصب بالنظام الوطني. واكو شغلة ثانية انه من تفتح الوين بوكس مرات ما يطلع لك فاشل العام او السيرفر اللي انت منصبه. طبعا هذا الدرس اللي يستعملون وين بوكس، اما اللي يستعمل يخترق بدون وين بوكس هذا الدرس ما يفيده. مرات انت تنصب السيرفر اللي انت رايده ما يطلع لك بالوين بوكس. المشكلة انه تدخل على السيرفر تنصبه وتكمله وتدخل على هذا المكان نتوركينج، تنطي هنا تنطي النتورك اللي انت الكيبل مالتك الرئيسي تدوس عليه، هو يطلع لك الوايرلس. طبعا هو يأشر لك هنا يقوم ما يطلع عندك بالوين بوكس، ما يطلع لا فاشل عام ولا اي سيرفر بالوين بوكس. فشو تسوي هاي المشكلة هنا؟ تنطي للنتورك تضغط اوكي، تحول على الكيبل الرئيسي اللي نازل من النانو ستيشن وتنطي ستارت. طبعا ترست السيرفر اعتيادي، انا خارج من هنا السيرفر مخزون عندي. ترست السيرفر ولا ترسيت، انتظر لحد ما يرست السيرفر. رست السيرفر هسه عندك، يقول لك يوم نيد ستارتنج لحد ما يرست تكمل. وراها تفتح الوين بوكس لحد ما يطلع لك الصوت اللي هنا جوا يشتغل. مو هذا البلوك يشتغل عندك جوا.
يطلع الصوت. طبعا الدرس طويل، اسف طبعا عن الاطالة، بس حبيت افيدكم ان عندنا المشكلتين هواي يعالجون الأذى طبعا، حيل يعانون من الأذى. طلع الصوت، هذا الصوت اللي هنا طلع الصوت مثل ما سمعتوا. وتنصب تفتح الوين بوكس عاد، هذا الوين بوكس تفتحها راح يطلع لك الفاشل العام. مرات من يضغطون هنا مباشرة ياخذك بالمايكرو، وهسه فتح عندي هنا يروح لك الاي بي، واللي ما يطلع عنده هذا الاي بي، ما يطلع مثلا عنده هنا كل شيء، من يدوس او يطلع عندك خطأ مثلا، انت من تدوس هسه على الفاشل العام راح يطلع عندك الاي بي، تضغط عليه انت يطلع لك هذا الخطأ، هذا الخطأ اللي يطلع. فانت شو تسوي بهالحالة؟ تنسخ المايك ادرس، تنسخ المايك ادرس هذا، تنسخ هذا المايك ادرس، تاخذ له برنت تنسخه، تكتبه هنا فوق، تدخل بيه اعتيادي. ماشي شباب؟ هسه ندخل عادي، انا خالفه طبعا. طبعا يتأخر مرات، يلا يدخل لحد ما انت تدخل. وما اظن راح يدخل طبعا لحد ما ننسخها كلها. يعني انا كتبت الاي بي، هو ما يصير تكتب الاي بي، المفروض تكتب المايك ادرس. طلع غلط، هذا غلط. شوف طلع شباب بعد قدامكم. فتدخل على الوين بوكس مباشرة. أنا طبعا خازنة عندي موجود هنا هذا مايك ادرس، تفتحها نسخ عندي المايك ادرس هنا، تضغط انتر. هسه كأنك وين؟ كأنك على المنظومة. كمل الاعدادات مالتك، تحط هنا المايك ادرس، تحط الاي بي الوهمي مالتك اللي هو هذا، تنسخه 192 دوت 168 دوت 88 دوت 1، تحط مكانه وياه، تحط 24 فارزة 24، تضغط ابلاي اوكي، وتدخل عادي بالمنظومات، تفتح عاد الثاني وتدخل اعتيادي المنظومة، يقوم يفتح عندك اليوزرات. خل اشوف اليوزرات اللي عندي اللي انا سويت، تركت الباحة طبعا. خل اشوف اليوزرات اللي عندي. هاي وزارات الشباب مثل ما تشوفون، هاي قدامكم وزارات، هاي وزارات اللي الباحة اخترت الشبكة وسحبتها مثل ما شفتوا شباب. خل اشوفكم التغيير اللي قاعد يوصل هسه. نمسح الوزارات تشوفون بعيونكم حبايب قلبي. طبعا بعد ما ننتظر حبايب قلبي، ننتظر الكاين. شو وقت اي واحد يدخل المنظومة يطلع عندك الاسم هنا، يطلع عندك الباسورد قدامه، تنتظر تخلي الليل كله او تخلي الظهريات اللي يفوتون المنظومة. عادة الناس تفتح الظهريات اللي يدخل المنظومة ويطلع عندك اليوزرات هنا قدامك والباسورد. حبايب قلبي هذا الدرس مقدم مني انا ديب الدليم. الكل حبايب قلبي، الكل اللي يعاني من هذه المشكلة وما لقى لها حل، وهذا اللي الحل مالتها انه انت تدخل بالمايك ادرس مال الفاشل الهام او المايكروتيك مالتك الخاص بيك اللي مكون عليه منظومة وهمية. تحياتي لكم حبايب قلبي، اخوكم احمد دليم.